السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنتكلم النهارده في الدرس الثاني معانا في الكورس بتاع السي كيو ار اس عن الكونفنشال سوليوشنز. طب وهنبدا باول حاجه في الكونفنشال سوليوشن اللي هو الاندكسنج. طيب هنا بيقول لي اوبتمايزنج كويريز ويز اندكسنج. ايه هو بقى الاوبتمايزنج كويريز ويز اندكسنج؟ طيب احنا قلنا اول حاجه احنا الحل اللي بنروح له اول ما بيحصل عندنا مشكله في البرفورمانس، يعني معظم الناس اللي لم يكن كل الناس بتبص على الاندكسنج، ان انا هضيف اندكس على الداتابيز في التيبل عشان خاطر اسرع البرفورمانس شويه، بعيدا بقى عن الجزء بتاع البيج او وان انا ممكن اقلل مثلا الكونديشن، ان انا اقلل اللوب. احنا بنتكلم دلوقتي على الجزء بتاع الداتابيز والعمليه الريد والرايت. تمام، فاول حاجه بتجي لنا في دماغنا ان احنا هنعمل اندكس على التيبل اللي موجود عندي عشان خاطر اسرع البرفورمانس شويه. طيب عشان خاطر نفكر في الاندكسنج خلينا نبص نشوف الميكانيزم بتاع الاندكس شغال ازاي عشان نعرف ايه التكلفه اللي بيكلفها لنا الاندكسنج وايه الهدف بتاعي. لو الهدف بتاعي ان انا بروح اعمل ريد على الداتابيز بشكل كبير، فانا لما اعمل الاندكسنج ده ايه اللي هيحصل، واما اجي اعمل رايت عمليه الاندكسنج دي ايه التكلفه بتاعتها على الرايت. تمام، فاول حاجه قال لي يوزنج اندكسنج، قال لك ان الاندكسنج improves query performance by reducing the need for full table scan. ان هو بيقلل عمليه الفول سكان، ان انا بدل ما اروح اسيرش على حاجه مثلا في التيبل، بدل ما اروح الف على التيبل كله عشان خاطر اجيبها، لا هو بيقلل لي العمليه دي. ان انا لما بعمل اندكسنج زي ما احنا شايفين هنا كده في الكلاسترد اندكسنج، والكلاسترد اندكسنج ده بيبقى في عندي 1 كلاسترد اندكس في التيبل، وممكن زي ما انت عاوز من نون كلاسترد اندكس، بس كله بالتكلفه بتاعته طبعا. طب الكلاسترد اندكس احنا بيبقى موجود عندنا وغالبا بيكون البرايمري كي. فانا عندي هنا لو احنا جينا بصينا مثلا للجدول بتاع الامبلوي تيبل، لما يجي عندي التيبل بالشكل ده مثلا عندي 1200 رو، لو انا جيت بصيت هنا بشوف الاندكس بيعمل ايه بقى، بيجي هنا بيقول والله انا عندي الجزء ده اللي موجود كله، بيبدا عندي الاندكس من هنا كده ويبدا يوزع، يقول والله انا عندي من 1 ل 400 بيبقوا موجودين عندي هنا، وعندي هنا من 401 لل 800 بيبقوا موجودين هنا، وعندي مثلا من ال 801 لل 1200 بيبقوا موجودين هنا. ده على حسب التقسيمه بتاعت الاندكس. انا عندي كام رو وببدا اقسمهم على الليدز اللي موجودين عندي هنا. تمام، باجي هنا بعد كده اخد ال 400 دول واقول والله انا عندي من 1 ل 200 موجودين هنا، وعندي من 201 ل 400 موجودين هنا. فانا ببدا اعمل تري عشان خاطر اقدر اقسم الاندكسنج اللي موجودين عندي او اقسم الداتا بتاعتي بالشكل تري، عشان خاطر اما اقول والله انا عاوز اول 200 يوزر او اول 200 موظف عندي موجودين في الداتابيز، بدل ما انا اعمل سكان على كل التيبل، لا انا ممكن اجي هنا اقول والله فين ال 200 موظف اللي موجودين عندي او العدد اللي موجود عندي، فباجي هنا ادخل اقول والله ده هم بيبقوا موجودين هنا، بدل ما اخش اعمل ده كله. فخلاص انا دخلت هنا، دخلت انا عاوز ال 200، خلاص انا هاجي هنا مره واحده، يبقى انا وفرت على نفسي وقت ان انا اقرا السكان للتيبل كله، ان انا مشيت المسار ده في التري بتاعي ورحت وصلت للداتا اللي انا عاوزها. طيب ممتاز جدا. طب ايه بقى الضريبه بتاعت الكلام ده؟ الضريبه بتاعت الكلام ده ان انا في عمليه الكرييت في الكلاستر اندكس مش بتاثر زي النون كلاستر اندكس اللي هنعرفه بعدين، بس انا عندي هنا العمليه لو انا جيت اضيف مثلا وليكن رو جديد. تمام، وانا بضيف الرو الجديد انا عندي هنا مثلا اللي في كل مثلا واحد بيشيل مثلا حوالي 400 500 رو او ايا كان عدد الروز اللي بيشيلها. لو انا جيت ضفت رو جديد وهو بيحطه تحت بعد ال 1200 يبقى 1201، هيروح يكريت بيج جديده عشان خاطر يروح يخزن فيها البيانات اللي موجوده. ده طبعا ما بيأثرش بشكل عنيف زي النون كلاستر اندكس على البرفورمانس بتاع الرايت. طيب تعال نشوف بقى النون كلاستر اندكس اللي انا ممكن اعمله على كولومز كتيره في التيبل اللي موجود عندي، عشان خاطر بس في بعض الناس بيبقى عندهم لبس في الموضوع ده، ان هو بيجي يروح على الكولومز بتاعه التيبل نفسها ويروح يضيف عليها نون كلاستر اندكس ومفكر ان هو ده هيحسن البرفورمانس بتاع الابلكيشن. تمام، فالنون كلاستر اندكس انا لو انا عاوز جيت على الكولوم بتاع النيم، جيت قلت انا عاوز ارتب الكولوم بتاع النيم دون، فانا باجي بشوف والله من مثلا من الف لمثلا لث او لجيم، الحروف اللي هي دي بتبقى مثلا موجوده هنا، وباقي الحروف موجوده هنا. مثلا لو احنا قسمناهم على 28 او 26 بنقسمهم وكل جزء بيروح لبيج معين، وبعد كده اروح اقسمهم بالشكل ده. طيب ممتاز جدا. لو انا بقى جيت اجيب مثلا الموظفين اللي اسمهم مثلا بيبدا بحرف الاي، هتيجي معايا بسرعه جدا، لان احنا دلوقتي لو انا بعمل كويري كبيره وببحث بيها بشكل كبير جدا على النيم، فانا بعمل النون كلاستر اندكس، بس لازم اكون عارف ان له تكلفه عندي في الكرييت. فانا لما جيت هنا رحت بحثت مثلا عن اللي بيبداوا بحرف الاي مثلا وبيبداوا بحرف البي، فرحت هنا مباشره بدل ما انا اروح الف على التيبل كله، رحت جيت هنا وبحثت في الجزء دون، فرحت وصلت لهم بشكل سريع. طب ايه اللي هيحصل معايا بقى في عمليه الرايت؟ هيحصل معايا في عمليه الرايت هنا ان انا لو انا جيت ضفت شخص جديد في حرف الاي،
انا رحت في الكلاستر، في الجزء بتاع الكلاستر رحت رتبته ورحت ضفت البيج الجديده اللي احنا قلنا عليها، وجيت في النون كلاستر اندكس عشان خاطر اروح ارتب البيانات بتاعتي. انا ضفت هنا ايه، لو انا البيج دي اتملت فانا محتاج ان انا انشئ بيج جديده، ومحتاج ان انا اروح اعمل شيفتنج للبيجز الثانيه، الليفز الثانيين محتاج ان انا اروح اعمل لهم شيفتنج، ان انا اروح ارتب كل العمليه دي. فالعمليه دي بتاخد معايا وقت في الترانزاكشنز العنيفه او الترانزاكشنز الكبيره. فلازم نكون عارفين ان الكلاستر اندكس بيعمل معايا ايه والنون كلاستر اندكس بيعمل ايه، عشان خاطر ما اروحش ان انا اضيف الاندكس اللي بشكل عشوائي واضيفها على كل الكولومز وخلاص، بدون ما اكون عندي درايه كافيه بايه اللي بيحصل في الباك جراوند، عشان خاطر اكون فعلا بحسن البرفورمانس مش ان انا بقلله. هنيجي بعد كده نتكلم عن الاوبتمايزنج كويري ويز كاشنج. ايه هو بقى الاوبتمايزنج كويريز ويز كاشنج؟ انا بروح اخزن البيانات عندي في الكاش باستخدام مثلا ريدز او ميم كاش. ان انا ده بيعمل لي ايه؟ لو احنا جينا بصينا هنا بيقول كاشنج ريديوس داتابيز لود باي سيرفنج فريكوينت كويريز فروم ميموري، ان انا بتجنب ان انا كل مره اروح اجيب الداتا من الداتابيز وارجع، لا انا بقلل الضغط على الداتابيز، بخزن البيانات عندي الميموري عن طريق مثلا الريدز او ميم كاش، واروح اجيب البيانات من الميموري، بتكون اسرع بكتير من ان انا اروح اجيبها من الداتابيز. بس هنا بيقول ايه؟ بيقول واي كاشنج مايت نوت وورك. اول حاجه بيقول if data updates frequently cache data can become stale or inconsistent. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان طبعا مش كل حاجه فيها الحل السحري، يعني ما فيش حاجه اسمها ده افضل حل او ده احسن حل لحاجه معينه. في عندنا حاجه مفهوم عام اسمه التريد اوفس، ان انا عندي مميزات بس برضو بيحصل من المميزات دي في بعض المشاكل اللي بتحصل عندي، يا اما اختار الميزه دي بناء على الكيس اللي موجود عندي، او استغنى عنها لان في كيس ثانيه هيحصل فيها مشكله والكيس الثانيه دي اهم عندي. طب زي ايه بالظبط؟ انا لو عندي الداتا اللي بترجع دي موجوده عندي ثابته او مش بتتغير كتير، فانا اقدر احطها في الكاش بما ان هي مش هتتغير. يعني في مثلا تقرير معين طلع، فانا بروح اخزن التقرير ده في الكاش، بحيث ان هو لو اليوزر جه طلب التقرير هو موجود في الكاش هيرجع له بشكل سريع واخف الضغط عن الداتابيز. لكن لو عندي مثلا اختلاف في اسعار مثلا في منتجات، او ان انا بعمل رايت على حاجه معينه بشكل مستمر واروح اخزنها في الكاش، هيظهر عندي لو انا جيت دلوقتي عدلت البرايس نفسه في الداتابيز والكاش عندي موجود، لازم ان انا اروح ابديت او ريموف الكاش واروح اكرييت الكاش مره ثانيه. لازم ان انا اروح اعدل البيانات دي، والا ان البيانات اللي موجوده عندي هتفضل بيانات قديمه. فهنا عمليه الكاش هي عمليه كويسه جدا بتحسن البرفورمانس بشكل كبير، لان انا بروح اجيب الداتا من الميموري مش بروح اجيبها من الديسك. بس في نفس الوقت لازم اكون حذر، مش هروح احط الابلكيشن كله في الكاش عشان خاطر يرجع لي بشكل سريع. انا في عندي حاجات معينه بحطها في الكاش، وفي بعض الحاجات ما اقدرش احطها اللي بتتغير بشكل دوري، ما اقدرش ان انا احطها في الكاش، لان انا هيظهر عند اليوزر دلوقتي بيانات مش صحيحه او بيانات متاخره، بيانات تم تغييرها على الداتابيز. يا اما كل شويه هخش في الهاسل بتاع ان انا كل ما اروح للداتا اروح اكتير الكاش اللي موجود عندي بناء على الكي دون، واروح انشئ الكاش تاني، او اروح ان انا ابديت الكاش، وان انا لو نسيت الكاش يفضل يظهر عند اليوزر الداتا بشكل قديم. فهي عمليه بتؤدي لتحسين الاداء بشكل كبير جدا، ولكن لازم نكون عندنا حذر في استخدام الكاش للاوقات الصحيحه، مش ان انا اروح استخدم الكاش وخلاص. طيب هنيجي بعد كده الحل الثالث اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي هو اوبتمايزنج كويريز ويز ماتيريالايزد فيو. ايه هو الماتيريالايزد فيو؟ لو احنا جينا بصينا هنا بيقول يوزنج ماتيريالايزد فيو، وهنا بين قوسين السترونج كونسستنسي والايفنتشوال كونسستنسي. قال لك materialized view store pre-computed query results improving read performance. طيب انا لما يكون عندي كويري كبيره جدا ومعقده، الكويري دي بتروح تجوين من تيبلز كتير جدا، وانا عندي حجم الداتا في كل تيبل من التيبلز اللي موجوده عندي دي، عندي حجم الداتا كبير جدا، فانا بروح اجوين من التيبلز دي عشان خاطر اجمع فيو معين. طيب ايه اللي انا هعمله بقى في الماتيريلايزد فيو؟ انا بعمل ماتيريلايزد فيو اروح اجمع كل البيانات اللي انا محتاجها في فيو معين في مكان واحد زي تيبل كده، ان انا بروح اجمع فيه البيانات دي كلها، بدل ما انا اروح اعمل جوين. انا عندي هنا في الاوردر تيبل، في عندي الاوردر ايتم، وفي عندي هنا الكاستمر تيبل. طيب انا عندي هنا الايتمز، وعندي هنا الهيدر بتاع الاوردر نفسه، وعندي هنا الكاستمر. عشان خاطر اجوين اجيب الكاستمر نيم، وعشان خاطر اجوين اجيب الاوردر ايتم نيم من الجداول دي، بدل ما انا اروح اعمل كده انا بروح اعمل واحد في كل البيانات اللي موجوده عندي دي، واروح ان انا لما اجي اعمل لها ريد اروح اقراها مره واحده، بدل ما انا اعمل الجوين اللي بتبقى الكويري بتاعها كبير او معقد. طيب طبعا احنا زي ما اتكلمنا عن الاندكس اتكلمنا عن الكاش ان كل واحده ليها مميزات وليها برضه عيوب. انا عندي برضه الماتيريالايزد فيو كويسه جدا وبتعلي البرفورمانس، بس انا عندي في هيدك على ان انا اروح احدث البيانات دي او ان انا اروح اضيف البيانات دي. انا جيت هنا ضفت في الاول في سترونج كونسستنسي والايفنتشوال كونسستنسي، ان انا في السترونج ان انا مطالب ان انا استخدم الاتوميك، ان انا لازم الترانزاكشن عندي يكون في نفس اللحظه ان انا بحفظ فيها في البيانات او احدث فيها البيانات في التيبلز اللي هم الثلاثه دول، لازم في نفس اللحظه اروح احدث البيانات في الماتيريالايزد فيو. فده طبعا بيقلل البرفورمانس بتاع الرايت عندي.
تمام، ان انا بروح اضيف كل البيانات دي في نفس الترانزاكشن، لازم اروح اضيف البيانات في الماتيريالايزد فيو. في برضه الفينشر كونسستنسي، وكل واحد بيبقى على حسب الحاله بتاعته. انا بعد ما انا احفظ البيانات في الثلاثه تيبل دول، ممكن بعد دقيقه، ممكن بعد دقيقتين، في تريجر عندي او ايا كان الطريقه، بروح احفظ الداتا في الداتا بيز دي. تمام. عندي المشكله في الماتيريالايزد فيو برضو ان انا عندي هتبقى مشكله كبيره جدا في البيانات اللي بتتحدث بشكل دوري. يعني ما اروحش اعمل ماتيريالايزد فيو لبيانات كل شويه انا رايح اعدل فيها، فده بياخد ريسورس كتير جدا من الداتا بيز اللي عندي، ان انا اروح احدث في التيبل كل شويه، احدث بيانات، اروح اعمل ابديت، اروح اعمل كرييت، اروح على الماتيريالايزد فيو اروح اعدل فيه. لكن لو انا عندي البيانات ثابته بشكل كبير، ممكن ان انا اروح استخدم الماتيريالايزد فيو واروح اخزن البيانات اللي موجوده عندي في الرو، واروح ان انا اعمل جيت للبيانات دي بشكل سريع. فهو كل حاجه زي ما احنا قلنا هي تريد اوفز، ان انا عندي على حسب الحاله اللي موجوده عندي. انا ما عنديش مشكله ان الرايت عندي تتاخر شويه، ان انا اروح اعمل سترونج كونسستنسي، وان انا لازم البيانات ترجع لي بشكل لحظي، والبيانات بعد ما بتتحفظ ما بتتغيرش كتير، فانا بروح اعمل ماتيريالايزد فيو واروح ارجع البيانات عندي بشكل سريع. طب انا عندي رايت مهم، وعندي ان البيانات في الاخر مش لازم ترجع لي في نفس اللحظه، ممكن تتاخر شويه، ما عنديش مشكله. فانا بقدر اعمل الفينشر كونسستنسي، وانا ان احسن البرفورمانس بتاع الرايت واحسن البرفورمانس بتاع الريد، وفي نفس الوقت انا عندي جمعت البيانات مش هتتغير بشكل كبير، فخلاص انا حطيتها في رو واحد وخلاص. فدي بعض الحاجات ان انا بروح اشوف الكيس اللي موجوده عندي، واروح اشوف انهي حل فيهم مناسب بالنسبه لي. فاحنا قلنا الثلاث حلول التقليديه اللي الناس كلها بتحاول تلجا لهم او بتحاول تشوفهم عشان خاطر تحسن موضوع البرفورمانس شويه في عمليه الريد. ولو انا عندي مشكله في الرايد، احاول ان انا احسنها، ان انا ما اروحش استخدم كل شويه نون كلاستر اندكس على الكولومز بشكل عشوائي، او ان انا مثلا في تيبل زي ماتيريالايزد فيو ما اروحش ان انا استخدم في نفس اللحظه ان انا اعمل ترانزاكشن على التيبل الاساسيه واروح اعمل ترانزاكشن كمان على الماتيريالايزد فيو واروح احفظ البيانات فيها. فممكن اجل الموضوع ده شويه على حسب الكيس اللي موجود عندي. فده معظم الطرق اللي موجوده معانا، واحنا حبينا برضو نشرح للناس ان ازاي من البيزك ابلكيشن احنا بنبدا لحد ما بنبدا نحل الحلول التقليديه، عشان خاطر بعد كده ان احنا نبقى فاهمين احنا ليه رحنا للسي كيو ار اس، او ان احنا هنستخدم السي كيو ار اس ليه، عشان خاطر نكون فاهمينها كلوجيك مش فاهمينها كاستخدام وخلاص. فان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هنبدا نشرح السي كيو ار اس والطرق الاستخدام المتعدده للسي كيو ار اس، وامتى بنستخدمها في كل حاجه. واشوفكم في درس جديد، ويا ريت يكون الدرس مفيد للناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.